هذه هي الحلوى اللي راح ديروا بها حاله في هذا العام الجديد. تجي مقرمشه من برا والحشو طري معسل وبنين. راهي طوندونس في التيك توك. الحلوى هذه زاكيه تخرج لكم كميه كبيره ومخدومه بالعجينه التقليديه الجزائريه. ريحتها كي طيب في الفوق. واش نقول لكم؟ نبدا بالعجينه. درت 3 كيسان فرينه ممسوحين، والكاس الرابع درت فيه كاس غير ربع، كيس عطر الفانيليا، 4 مغرفه صغيره ملح، كاس غير ربع تاع لا مارغرين دايبه وبارده، ونكمل نعمر الكاس بالسمن دايب. نبسس الفرينه ومن بعد نجمعها بالمزهر حتى تشكل لي عجينه طريه بصح شاده روحها. نغطيها ونجوزو للحشو. هنا حمص المكسرات في شويه زيت، وحمص ثاني 2 كيسان فرينه. بعد ما بردوا المكسرات رحيتهم ودرت قيس 4 كيسان. نزيد الفرينه المحمصه بعد ما بردت، غربلتها مغرفه كبيره كاكاو ومغرفه كبيره زبده طريه اللي راح تزيد لها في البنه وتخلي الحشو طري. ومن بعد نزيد العسيله. استعملت العسيله تاع المرجان تجي خفيفه في القوام، درت كتر شويه من النص. ما نساوش بلي العجينه ما درتش فيها السكر، والعقده درت فيها العسل في بلاصه السكر باش تقعد طريه. نجمع كلش بالمزهر حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. نقسم العجينه على 5، هنا الافضل توزنوها، ومن بعد هذاك الوزن تاعها اقسموه على 5. هنا العجينه كامله جاتني 800 غرام، وكي قسمتها على 5 جاتني 160 غرام. والطول تاع العجينه نديروا على حسب الطول تاع السنيوه اللي فيها 30 على 24 سنتيمتر. الحشو الثاني تقسمته على 5 وشكلت حربوش. رشيت الفارينه اللي راح تعاوني باش نفتح العجينه. خير مكي تفتحوها فوق كيس بلاستيكي ما راحش تفتح بسهوله. نحط الحشو نروليها ونغلق مليح باش يخرج الهواء للداخل. ندهنها بياض حبابيط. الصفر تقدروا تزيدوا في العجينه. غطيتها باللوزي فيلي، قطعتها وهي في سنيوه وحطيتها تطيب بين 40 و 45 دقيقه. لازم تحمر مليح من التحت على 180 درجه. كي طيب نفرغ عليها وهي سخونه الباقي تاع العسيله اللي قعدت لي في العلبه تاع 500 غرام.